السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يلا نعمل حبة زلابية كده الأطفال يفطروا بيها، والنهاردة كده معانا كيس خميرة فورية وكوباية مية دافية ومعلقة من السكر، هتقلبيهم كده وتدوبيهم وتنزلي حبة حبة من الدقيق الموجود عندك حبة حبة كده لحد ما تاخدي القوام المناسب بتاعك. ليه احنا بننزل حبة حبة؟ بحيث ان المية بتاعتنا ما نحتاجش مية تاني على قد الكمية اللي انت عايزاها. إحنا هنا هنعمل يا دوب طبق كده ياكلوه الأطفال، لو عايزة تكتري الكمية كتري، بس أنا باحب نعملها طازة طازة، وزي ما أنتِ شايفة كده هو ده القوام المناسب اللي إحنا عايزينه للعجينة بتاعة الزلابية. هتغطيها شوية كده وتسيبيها 10 ربع ساعة كده، 10 دقايق ربع ساعة، لحد ما تلاقي الفقاعات دي طلعت يبقى كده اختمرت العجينة بتاعتنا. في ناس بتعملها بالبيكنج باودر بس أنا بافضلها بالخميرة. ومعانا هنا زي ما أنتِ شايفة كده العجينة بتمط منِّك، لو مش موجود عندِك خميرة ممكن تستعملي معلقة من البيكنج باودر. وهنا معانا حبة زيت، طبعًا أنا مش باحب أهدّر الزيت لإن كده الزيت ده هيتكب، فحطينا يا دوب على قد الحاجة، وهتنزلي بالمعلقة الصغيرة كده وتقطّعي قطع قطع وتحطي أول ما تطلع من الزيت تحطي عليها السكر بحيث إن السكر يلزق فيها. وخلّصنا هنا الكمية كلّها، وحطي ورقة، حطي منديل بحيث إن يتشرّب الزيت الموجود عندِك. وزي ما أنتِ شايفة كده خلّصنا الكمية كلّها، كل الكمية دي عملناها بكوباية من المَيّة وكيس خميرة وحبّة دقيق. الأطفال كلّهم هياكلوا ويشبعوا وهتبقى نضيفة وموفّرة، والأطفال كلّهم هيحبوها. ولو عجبتِك الزلابية النهارده يالّا كده ادّيني اشتراك ولايك وخدي فكرة واطبخي.